السلام عليكم، ازيكم؟ حلقة جديدة من برنامج رمضان جانا. النهاردة عايز اكلمكم عن الاحداث اللي بتدور حوالينا. البرنامج ده مش برنامج سياسي، لكن انا يعني زي اي حد بشوف الاخبار، بشوف اللي بيتداول على السوشيال ميديا او على الاخبار. الموضوع بتاع اوكرانيا، زيلينسكي، الخناقات اللي بتدور حول العالم، المشكلة في غزة، التهجير القسري لأهل غزة والكلام ده كله. خلي بالك، أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا ممكن أكلمك عن حاجة في الماضي. التاريخ ده فيه عبرة وفيه دروس. اللي احنا فيه ده دلوقتي مش بعيد خالص عن اللي حصل في الحرب العالمية التانية. الدول اللي هي الحلفاء قبل ما تنتهي الحرب، قبل ما يدخلوا لألمانيا، كانوا اتفقوا على التركة، مين هياخد ايه وهتتوزع ازاي، وكل واحد ضغط على التاني رغم ان هم حلفاء، ان هم اصدقاء. كل واحد شاف انا من حقي كذا لان انا دفعت كذا. الامريكان شافوا ان اوروبا ما تستحقش، احنا اللي دفعنا. السلاح الامريكي هو اللي انتصر في المعركه. البريطانيين ما دفعوش حاجه من جيوبهم. تعرضوا للقصف، تعرضوا للغارات الالمانيه بشده، تعرضوا للاعتراضات بتاعت البحريه بتاعتهم، وكانت بحريه قويه. البحريه البريطانيه تعرضت لهجوم كبير جدا من الغواصات الألمانية. لكن الثمن محدش اعترف بيه غير أمريكا والاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي أنا دفعت ملايين من البشر، أنا دفعت سلاح، أنا كنت بعتمد على السلاح بتاعي، ما بجيبش سلاح من بره. الفرنساويين دول اتهزموا يا سيدي في أول الحرب. ده هتلر اجتاح باريس ودمرها. فأي حقوق اللي هم عايزين يتكلموا فيها، عشان بعتوا يعني القوات بتاعتهم اللي كانت هربانة وبدأوا يحرروا النورماندي، ساحل النورماندي وجنوب فرنسا. لا، ده لولا الجيش البريطاني ولولا الجيش الامريكاني ولولا الهجوم السوفيتي من الشرق ما كانش المكاسب دي كلها وصلتكم. يبقى انا اخد. فالاتحاد السوفيتي اخذ اللي هو عايزه، اخذ الجمهوريات المواليه له، وعمل الفاصل اللي ما بينه وما بين اوروبا الغربيه بالدول الشيوعيه اللي هو عملها. طبعا يعني ترومان في الوقت ده اللي كان رئيس الولايات المتحده الامريكيه كان وصل للقنبله النوويه وبدا يستعملها في اليابان. وطبعا القصة المعروفة اللي هي هيروشيما وناكازاكي. ففرض إرادته، لا خلي بالك يا اتحاد السوفيتي، أنا دولة نووية دلوقتي وعندي سلاح قوي جدا وقاهر. فبدأ يفرض إرادته، بدأ يقول أنا قوي. الاتحاد السوفيتي برضو ما نساش الموضوع، ما سكتش. لا، احنا كمان لازم نوصل للقنبله النوويه، لازم نفرض ارادتنا بهذا السلاح. واتقسمت وبقت الدول اللي ليها حق الفيتو في الامم المتحده، اللي تقدر توقف اي حاجه واي قرار، واللي تقدر تقول اي حاجه وتعمل اي حاجه في دماغها، هي الدول النوويه. هي الدول النوويه اللي معاها سلاح نووي، فهي اللي بتفرض ارادتها. النهارده اوروبا، امريكا سابتها بلا غطاء. اما تدفع او مفيش حمايه. انا ما اقدرش اديك السلاح الامريكي، ما اقدرش اديك الخبرات، ما اقدرش اديك المعدات اللي تدافع بيها عن نفسك وانت ما بتعملش حاجه. لا بتقدم قوات كفايه، ولا بتقدم سلاح كفايه، ولا انت بتقدم فلوس كفايه. انا احميك ليه؟ انا وروسيا خلاص اتفقنا، احنا مصالحنا بقت واحد.
انت بقى دور على مصلحتك. انت بقى دور على مصلحتك، دور على اللي يحميك، دور على اللي يحميك. فطبعا الموقف دلوقتي بقى في اوروبا صعب جدا. الروس بقى هم المنتصرين في المعركه. اللي دخل بقى وافتكر ان امريكا هتحميه خسر، ودلوقتي امريكا بتبتز. ده يفهمنا ايه بقى؟ يفهمنا ان خلي بالك التاريخ ده درس وعبره، استفيد منه واحمد ربنا واشكر فضله ان انت عايش في مصر. مصر معاها كمية كبيرة جدا من السلاح، بتعتمد على نفسها في تصنيع كتير من الأسلحة، عندها قيادة ما بتغامرش، ما دخلتش في أحلاف عسكرية، ما حدش بيبتزها. بتتعرض لضغوط، لكن عندها القدرة إنها تتفادى هذه الضغوط، عندها القدرة على المواجهة، عندها القدرة إنها تقول لأ، عندها رصيد كبير قوي موجود في شعبها مش موجود عند أي حد. يعني الشعب المصري دفع كتير، يعني نتكلم على التاريخ القريب من أول حرب 48 لغاية النهاردة بيكافح لمصر وللمنطقة العربية كلها. في رجالة مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى، مؤمنين بحقهم، مؤمنين بقضيتهم، بيدافعوا عنها. ذكرى يوم الشهيد يوم 9 مارس، فذكرى يوم الشهيد ده بيعرفك قد ايه في رجالة في مصر كانوا على العهد، ضحوا، وما زال في رجال على العهد، وما زال في رجال صادقين بيحكموا هذه البلد وبيدافعوا عنها، وبيستعدوا دايما ان هم يكونوا قد المسؤولية اذا طلب منهم اي طلب للدفاع عن مصر. فخلي بالك زي ما هو الرئيس يعني ربنا يقويه بقى على الهموم، بيقول لك العافي محدش بياكل لقمته. ده حقيقي، ده حقيقي. انت لو قوي محدش هيقدر عليك، بس لازم برضو تستخدم القوة دي بحكمة وبذكاء. واللي بيحصل دلوقتي هو ده. القوة مش غرور، مش جنون عظمة، لا، دي حكمة في اتخاذ القرار. فانت دايما تقول لك ايه ده اصل المفروض يعملوا، ده المفروض يسووا، وانت عنتر كده. يعني انت بتبقى عنتر شوية كده، ويعني ايه عايز تقوم تخش بصدرك. لا مش شرط. هم عارفين هم بيعملوا ايه كويس، او الدولة عارفة هي بتعمل ايه كويس. فبس خلي بالك ما تنساقش بقى ورا الشائعات، ما تنساقش ورا الناس اللي مش في دماغها، اللي بيدوروا على حماية في بلاد تانية، وفي أي وقت بيتغضب عليهم بتترفع عنهم الحماية. كانوا قاعدين في تركيا، راحوا على بريطانيا، ممكن بريطانيا الصبح تقول لهم لا أنا مش هحميكم، شوفوا لكم حتة تقعدوا فيها أو تسلموا. هيعملوا إيه ساعتها؟ فهم دلوقتي بيعملوا نفس التصرف بتاع الأوروبيين، راحوا رموا نفسهم في حضن أمريكا، اعتمدوا على السلاح الأمريكي، بطلوا يطوروا بعض الصناعات عندهم، اعتمدوا على ان امريكا لها مصالح وهتدافع عنهم. طب امريكا اصطلحت وما بقاش في مصالح، فعايز ايه؟ زيلينسكي اتهزق في البيت الابيض وعليك فلوس، ده انت مديون. يعني انت دخلت الحرب دي علشان مصلحتنا احنا، لكن يوم ما نحب نقول لك امضي على اتفاقيه او على استسلام هتمضي، هتعمل بقى فيها ان انت زعيم وراجل وتصدق نفسك وان هم مش اولياء نعمتك، لا هتتشاط. فمصر مش كده، خلي بالكم، مصر مش كده. مصر طول عمرها
من اول ما جه الرئيس جمال عبد الناصر من بعد ثوره يوليو 52 مفيش احلاف عسكريه. مفيش احلاف عسكريه. احنا لا عندنا قواعد عسكريه ولا احنا في احلاف عسكريه مربوطين ومستنيين اللي يجي يحمينا ومستنيين اللي يدافع عننا. لا. وبنتمنى ان كل الدول العربيه، الدول الاسلاميه تكون على قد المسؤوليه، وانها تكون يعني القضيه الفلسطينيه دي مش قضيه الفلسطينيين بس، دي قضيه دول كتير عربيه واسلاميه، واللي هيتضرر من النتائج بتاعتها دول كتير جدا اوروبيه وغيرها، والامريكان ذات نفسهم هيتضرروا لو حصل اي سلبيات من اللي اتنبه عليها من مصر. فربنا يهدي وربنا يوفقنا وربنا معانا. وخلي بالكم من الشائعات تاني، خلي بالكم من الاساليب اللي بيدار بيها الشائعات والمعلومات اللي بتتداول، لان هم بيعملوا عليك تشكيلات. يعني يدوك بقى يقول لك اصل بص المعلومه دي جايه من مصدر ايه، وبص المعلومه دي جايه من مصدر ايه، وهم في الاخر واحد. يعني هم كانوا قاعدين مع بعض بس كل واحد فتح موقع باسم، ويشكلوا عليك بقى اللي هو ده بيقول لك اصل بص ده فلان بيقول والموقع ده بيقول ومش عارف ده مرصد ايه ولجنه ايه وهيئه ايه، وكل الكلام ده كلام هوكس. ومفيش الكلام ده، هم كلهم واحد بس بيضحكوا عليك علشان يوقعوك في اللي وقع فيه شعوب تانية، وكانت النتيجة اللي انت شايفها حواليك. وبعدين يروحوا جايين يتمسخروا بقى ويقول لك ايه، بص كل شوية حد نكلم حد يقول لك بص انت سوريا والعراق، يقول لك سوريا والعراق. يا عمي ما هو ده اللي حصل. انت بتحاول تمسخ الكلمة علشان الناس ما تسمعهاش. بس الحقيقة ان الشعب المصري وعيه افضل من كده. مش هيسمح ان هو يعيش زي اللي غلطوا واتعلم من الغلطة وما زال بيتعلم، ومش هيغلط الغلطة دي. اعتقادنا وإيماننا انه مش هيغلط الغلطة دي، وربنا يبعد عننا الشر كله ويوفقنا. أذكركم يعني احنا في أيام كريمة وأيام مفترجة. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مفيش بقى حاجة اسمها جماعات وأحزاب ومش عارف إيه، ولا مفيش الكلام ده. مفيش جماعات أصلا في الإسلام. اللي يقول لك احنا الفرقة الناجية ومش الفرقة الناجية، مفيش الكلام ده أصلا. فده بيضحكوا عليكم علشان يقول لك أنا الدين. هو مش الدين ولا حاجة. يقول لك أنت عايش عيشة حرام، وهو أصلا ممكن يكون عايش عيشة أكثر حرمانية من ذلك يعني. بس هو بيضحك عليك، بيحاول ان هو يسيطر على عقلك وعلى تفكيرك وعلى كل اللي عندك علشان يستخدمك ويستعملك لمصالحه والأغراض. فخليك منتبه وربنا معانا وربنا يوفقنا، واشوفكم على خير. مع السلامة.